السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين، يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ببداية العام الجديد. ان شاء الله تكون سنة حلوة عليكم، واللي محققش حاجة كان نفسه فيها السنة دي يحققها السنة الجاية ان شاء الله. النهاردة جايبة معايا ضيفة عزيزة عليا قوي، وهي مش ضيفة اصلا، هي معايا على طول ما احمد معايا. ربنا يخليك. طول ما احمد بيصور معايا، احمد طبعا صاحبي عارفينه بيطلع معايا هو وجيدة، هي مامته قاعدة معايا على طول واحنا بنصور. فالنهاردة قلت لها ما ينفعش بقى، لازم تيجي معايا النهاردة نصور ونحكي قصة ايه احمد وايه لا، قصة احمد والحصان. نشوف قصة كده كانت هي دلوقتي بقت قصة لذيذة، انما زمان ايام قبل ما اعرف احمد كانت قصة مأساوية. نقول بقى مامة احمد هتحكي لكم بنفسها. كانت المدرسة على طول تضرب احمد بسبب ان هو مش عارف يكتب كلمة حصان. احمد جه في مرة كره المدرسة، مش عايز يروح المدرسة. لا، الميس بتضربني، الميس انا مش عارف اكتب. ماما لا انا مش هروح. الصراحة الله يبارك لها ميس غادة. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا مش عارفة اقول لها ايه الصراحة. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا عملت المفروض اعمله، ما عملتش حاجة لا زيادة. الله يبارك لها الصراحة. انا مش عارفة من غيرها الصراحة كان احمد هيبقى ازاي. الحمد لله. احمد الحمد لله بسم الله ما شاء الله على ايد ميس غادة بقى كويس الحمد وتمام. لله، ربنا يوفقه ان شاء الله. انا شايفه له مستقبل حلو ان شاء الله لو فضل بنفس الطريقه اللي بيذاكر بيها. ربنا يخليك. على فكره احمد مجتهد، ومامته كمان لها دور كبير، بتتابعوا اللي بقول عليه بيعملوه. ده برضو دور ولي الامر، يعني اقول لهم ده يتحفظ بيتحفظ، ده يتذاكر بيتذاكر، ده يعيد عليه ده يعيد عليه. عشان كده التأثير بيبان بسرعة. ايوه صح. بس فجي احمد الحمد لله بقى كويس. وحب المدرسة على ايد ميس غادة. ميس غادة هي اللي حببته في المدرسة. دلوقتي يعني النهاردة احنا بقالنا اكتر من اسبوعين ما بنروحوش. ماما انا مدرسة. نفسي يا ماما اروح المدرسة. الاول ما كانش بيحب يروحها بسبب الميس. بس ميس غادة الحمد لله حببته ان هو يروح وبقى مجتهد على ايد ميس غادة. ضيعنا الفوبيا واحدة واحدة. هو الأول كانت المدرسة، هي كان في كيجي طبعا، أحمد مش كبير يعني، لا، ده دلوقتي في كيجي. الترم الأول في سنة أولى. ايوه فهو كان جالي وهو في كيجي 2 أو أول كيجي 2 ولا لا. في آخر كيجي 2؟ لا كان في اول الترم في كي جي 2. أول ترم التاني ولا أول لا، الترم أول الترم الأول؟ عشان أنا الأولاني. ناسية. لا، أول ترم في كيجي 2. المدرسة مصرة ان هو يكتب كلمة حصان على السبورة، ولما بكتبهاش كانت بتقرصه باين من ودانه، كانت ولا بتشده من ودانه بتشد من ودانه وتقرصه وتضربه وتضربه. واكتب وهو اصلا مش عارف يكتب حاجة. ما هو طبيعي، ده كيجي 2. فكانت على طول تضرب فيه وكرهته في حاجة اسمها مدرسة، ان هو مش عايز اصلا يروح. فالحمد لله ان اتعلم على ايد ميس غادة. انا حتى اول ما اتكلمت معاكي كنت شايفاكي كده رافضه وحاسه بيأس وبتقول أيوة. ايه يعني. انا قريت تعبيرات وشها وطريقه كلامها، بس انا هي مش كنتش المدرسة عارفه السبب يعني. هي فاقده الامل ان ابنها يحب المدرسه او ان يمسك قلم. بتقولي هو رافض، صح؟ كان رافض يمسك قلم، كان رافض يروح مدرسة، ما كانش عايز يتعلم. كان عنده مشكله نفسيه في الاول يعني. بس الله يبارك لها ميس غادة الحمد لله حببته في كل حاجة. دلوقتي يا ماما انا عايزة اروح الدرس، عايزة اروح المدرسة. طب انت شايفة الحل ايه بقى لما اي ولية امر زيك بقى تعرضت لموقف زي ده وابنها حصل له مشكلة زي دي، يعمل ايه؟ ما لو انت قابلتيني كان بالصدفة، لان بنتها مع بنتي في درس. فاتكلمنا، فبالصدفة عرفت ان انا مدرسة، فالمهم قلت لها هاتيهولي انا هشوف مشكلته ايه. حتى ما جابتهوش. فاتكلمت اما قابلتها المرة اللي وراها قلت لها ما جبتهوش ليه، هاتيه انا ما تقلقيش هعرف لك ايه المشكلة. والحمد لله فعلا يعني انا من نوع يعني انا والله ما كان هدفي حاجه، بس انا كنت بتكلم لاني شايفاها انا كان عندي حاله يأس. متضايقه قوي. فانا حاسه انا ما بشوف الولاد بعرف ايه مشكلتهم يعني، يا اما مشكله نفسيه يا مشكله في طريقه التعليم. فانا قلت هشوف مشكلته ايه، مش الهدف ان انا اشتغل معاه ولا حاجه والله. ففعلا المره اللي وراها بقى قالت لي خلاص هجيبهولك وبتاع. فالمهم الحمد لله جابته وعرفت المشكله ايه.
وبقى احمد اللي انتوا بتشوفوا بيعمل ايه وبيسبقني في الاجابه، ودلوقتي لما بنسى تشكيل ولا حاجه يقول لي انت نسيتي وقعتك. يعني لما انسى تشكيل حرف هو يحطه يقول لي انت نسيتي تحطي، قلت له والله يا احمد الله يرحم زمان. الله يرحم زمان يا احمد. وبفرح قوي لما بيعدل او حاجه انساها يفكرني بيها. طبعا ده ابني ان انا علمته، ودي حاجه يا رب يا رب كده يأجرنا خير على الولاد اللي احنا بنعلمهم. ونصيحة المدرسين اللي بيقرصوا وبيضربوا، مفيش حاجة اسمها ان انا اقرص واضرب عشان يتعلم. ايوه صح. عملتوا مشكلة نفسية للأم وللابن وكرهتوه في حياته وعملتوا مشكلة كبيرة، وبعدين دي مش أول حالة تقابلني أنا. عشان كده جبت ماما أحمد تتكلم معايا عشان برضو تعرفوا إن ده مش كلامي أنا بس، يعني أنا بشوف كتير تقريبا أغلب اللي بيجولي والله عندهم مشاكل نفسية. من المدرسين برضو اسلوبهم، في مدرسين اسلوبهم كويس زي حضرتك، الحمد لله رب يكسر منهم. اسلوبهم بيبقى مش كويس، بيكرهوا العيال في الدراسة، بيكرهوا العيال في المدرسة. حضرتك الصراحة انا ما شفتش زيك ولا هشوف الحمد اصلا. لله ربنا يخليكي. الله يخليكي. انا ببقى فخورة لما بكون بتكلم مع ولية امر وبتكلم على حضرتك يا حبيبة قلبي. ربنا يخليكي بجد والله مش كلام. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. فاحنا عايزين يعني دي رسالة النهاردة انا ببعتها لكل ام وكل اب شايفين ولادكم ابتدوا يكرهوا المدرسة، وقف على طول، ما تخافش لغاية تالتة ابتدائي. انا بقولك ايه، نجاح ده بقوة القانون. اهم حاجة ابني في الفترة دي يحب المدرسة ويمسك المدرسة في نفس ويمسك خط الهجاء. يعني يمسك خط الهجاء، ان اعرف الآ والباء والتاء والحروف اقراها كويس جدا واسس نفسي كويس. انما مش يا فرحتي اكتب الكلام وانزل بيه زي ما انا قلت لكم قبل كده وانا مش عارف اقرا. صح. يعني انا عندي دلوقتي 2 ولا حاجه كده بيكتبوا يعني ومالين كراسات كتابه قبل كده مع مدرسين مش عارفين يقروا الحروف. ايوه. هنستفيد ايه وانت كاتب كل ده ومش عارف تقرا حروف؟ وبعدين كارهين الكتابة، مش طايق يكتب. أيوة. وكمان انا اخترعت العاب كده للولاد اللي عندهم فرط حركة وعندهم مشكلة. عاملة العاب ان شاء الله هتجذب الولاد انهم يذاكروا وانهم يتعلموا الحروف، وكمان ممكن تتكتب كلمات ويتعلموا كلمات من خلال الالعاب اللي انا هوريها لكم ان شاء الله في حلقات تانية. انا بشكر ماما احمد جدا وبشكر احمد اللي انا خلاص مش قادرة استغنى عنه، واكيد انتوا كمان بتحبوا تشوفوه لان ناس كتير بيحبوه قوي وبيحبوا يشوفوه. تعالى بقى يا احمد قول لهم عاملين ايه. احمد اهو معانا، بس انا قلت له ماما بقى النهارده اللي هتتكلم معانا، قول لهم عاملين ايه. عاملين ايه. ده احمد اللي بطل القصه اللي احنا بنحكيها النهارده. على فكره احمد بيشوف المدرسه دلوقتي وبيسلم عليها وبيحبها، واحنا بنقول لها احنا كمان بنحبك طالما انت عرفتي ان هي كمان على فكرة بتحبه مش بتكرهه، بس هي اسلوبها مش عارفة يعني ممكن تكون مش عارفة تشتغل ازاي، او مثلا ما عندهاش صبر شوية، عايزة على طول الطفل اللي قدامها يكتب ويقرأ، فهي بتشوفه بتسلم عليه وهو بيحب يروح يسلم عليها. طفل وبريء طبعا، الموضوع ما أثرش معاه الحمد لله ولا عمل له عقدة، فبقى يروح يسلم عليها وبيحب الحمد لله المدرسة دلوقتي لأنه خلاص ابتدى يكتب ويقرأ وبقى معتمد على نفسه، فبقى يحب بقى يروح المدرسة ويجري يسلم ايه عليه. مش بتروح تسلم على الميس وبتحبها؟ الحمد لله. وإن شاء الله يا رب كده دايما كلكم تحبوا المدرسة وتحبوا التعليم. يلا نقول لهم بقى باي باي كلنا. باي باي.